هو ده اللي يتقال عليه الموضوع كبير ولازم نشوف عملنا إيه النهارده. يومنا كان سريع من أول ما صحينا من النوم سقعانين وعاوزين نعمل حاجة كده في الإنجاز علشان نرجع نخش تاني تحت بطانيتنا ودفايتنا، علشان الجو بصراحة تلج، 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 تلج. قولوا لي بقى يالّا حطّوا لايك للفيديو، قولوا لي بتتابعوني منين. أنا من إسكندرية، عايزة أقول لكم الجو عندنا طبعًا كان بيشتي شتا متواصل. امبارح كان الجمعة، كان بيشتا عندنا شتا متواصل، وبعد ما الشتا خلص وقبل الشتا وبعد الشتا الجو تلج. هل إحنا هنفضل مكمّلين في التلج ده لحد الشهرين الجايين ما يخلصوا والّا إيه؟ لأ بجد حرام كده، إحنا بنحب الشتا بس مش بالطريقة دي، الجو ساقع أوي. تعالي بقى هاتي بصلاية و3 بطاطسيطات 3 بطاطسيطات إيه اللي أنا باقوله، قصدي كام بطاطساية يعني. شوفي بقى على قد ما أنتِ عاوزة تعملي 3، 4 زي ما أنتِ عاوزة. أنا جِبت 4 طلعت منهم واحدة نُصّها بايظ، فاضطريت إن أنا أجيب واحدة تانية كمان صغيرة كده علشان إيه، الطبخة بتاعتنا تكمل يعني. وبصلاية ونعمل بقى شوية أكل كده من بتوع اللي أمي كانت بتعملهم أمِك زمان في السريع كده، بس في الآخر النتيجة مش عايزة أقول لكم نتيجة مبهرة، مبهرة، مبهرة يعني. أنا عن نفسي انبهرت، لإن أنا كنت باعمل كده، كده، كده. يعني عارفين لمّا تخشي تعملي المطبخ تخشي تعملي في المطبخ أكل بسرعة، 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 ويطلع في الآخر تحفة وما لوش حل وطعمه ما لوش حل. طبعًا الأكلة دي بقى ولا استخدمنا فيها ولا كَبّة ولا استخدمنا فيها أي حاجة، كل حاجة كده يدوي، يدوي. خرّطنا البصلاية على إيدينا كده، نزلنا الأول بشوية زيت في الحلة بتاعتنا، وهننزل بقى بالبصلاية بتاعتنا الحلوة كده. طبعًا كنت باضبّط الكاميرا عشان كانت هتُقع، مش عارفة ليه، الظاهر إن هي كمان كانت سقعانة زيي ومتلجة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا دخلت المطبخ بجد، بجد ربع ساعة الأكل ده كان جاهز. أنا مش عارفة إزاي، عملته في ثواني وعقبال ما استوى كنت غسلت الطبقين اللي اتوسخوا، شوية المواعين الصغيرين يعني مكان الخلاط ومكان ما أنا عملت الأكل، غسلت المواعين كده في الإنجاز وأكلنا ونزلت تاني تحت البطانية، علشان هو الجو ده مش عاوز إلا تاكلي وتقعدي تحت البطانية، تاكلي وتقعدي تحت البطانية. لحد ما هنتخن وهنبوّظ الدايت، لو إحنا عاملين دايت هيبوظ، بسبب القعدة اللي إحنا قاعدينها تحت البطانية دي. طبعًا سِبت البصلاية تتشوّح، هاجيب قرن فلفل كده وانزل عليه بالبصلاية، أخرّطه برضه قدّامكم كده على إيدي، كل حاجة على إيدي، في ثواني كده، مش لسه هنوسّخ بقى الكَبّة ونوسّخ مواعين والكلام ده، أنا عايزة إيه، أخلّص الأكل في ثواني علشان زي ما قُلت لكم. فص توم، دي صينية البطاطس بقى اللي أمِّك كانت بتعملها زمان باللحمة كده، بس دي في حلة، يعني هي ممكن نعملها في صينية وفي حلة عادي، يعني زي ما تحبّوا، يعني لو أنتِ عايزة تحطّيها في صينية مش هتقول لِك لأ. طبعًا ال3 حتت لحمة دول كانوا عندي مسلوقين في التلاجة، فأنا بقى فكّرت لهم لمّا صحيت من النوم الصبح، أنا أول ما صحيت وبعد كده قعدت شوية كده هاعمل أكل إيه يا بنتي يا ياسمين، قُلت 3 حتت لحمة في التلاجة مستويين حلو أوي. أحُط عليهم 3 بطاطسات أو 4 بطاطسات، أديني قُلتها صح أهو، 4 بطاطسات و وتبقى أكلة مِيَّة، مِيَّة. وأعملها بقى بالطريقة دي والعيال هياكلوا صوابعهم وراها وهيشبعوا وهتبقى أكلة مُشبعة جدًا. حطينا بقى اللحمة، بهرناها بشوية فلفل أسود علشان طبعًا هي كانت مسلوقة بس، بهرناها بقى بشوية فلفل أسود عشان دي بهارات التسبيكة برضه يعني. شوية فلفل أسود وشوية كمون، شوية كزبرة، حطينا إيه تاني، ملح، بس كده. غسلنا بقى البطاطس بتاعتنا وهنخرّطها بقى تخريط كده، أنا باحب إيه، أفلق البطاطساية نُصّين وبعد كده أقوم عاملاها إيه، أعمل النُص بقى، يعني تبقى البطاطساية يعني مش حلقات كاملة، تبقى نُص حلقة. أنا باحب أعملها بالطريقة دي، بتبقى شكلها حلو أوي وكمان بتبقى حلوة. كده طبعًا التسبيكة كانت اتسبِّكت معايا واللحمة طبعًا هي أصلًا مستوية، بس كمّلت سواها بقى في الصلصة وشربت من الصلصة، عايزة أقول لكم بقت جامدة، طعمها حلو جدًا. هانزل بقى بالبطاطس علشان خاطر البطاطس هي كمان تستوي، عقبال بقى ما نجهّز بقى الطبق التاني اللي هو الرز، وهتشوفوا إحنا هنعمل بقى رز إيه، حلو أوي. طبعًا أنا ما حطيتش الملح في الأول، ليه بقى ما حطيتش الملح في الأول؟ علشان التسبيكة ما تحدقش،
ما تحدقش معايا وتحدق اللحمة، يعني تخلّي اللحمة إيه، ملحها عالي، لإن التسبيكة طبعًا وهي بتغلي فاللحمة هتشرب من إيه، من الملح، ودي ترِكّة مهمة جدًا، لازم تعرفوها لمّا تكونوا هتعملوا أي طبيخ فيه لحمة، ما تحطّيش الملح في الأول، حطّي الملح لمّا تكوني خلاص قرّبتِ تخلّصي الأكل يعني. أنا بالنسبة لي طبعًا البطاطس بتاخد ربع ساعة سِوَى، فلمّا أحُط الملح كده بقى الدنيا تضبط بعضها كده، والملح هيشرب من البطاطس وهيشرب من اللحمة، والأكلة هتبقى جامدة. طبعًا حمّرت بقى شوية رُز حبّة وحبّة كده على مزاجكم، عايزة أقول لكم صينية البطاطس مع رُز حبّة وحبّة، مش عايزة كلام، في حتّة تانية خالص. طبعًا صينية البطاطس رجّعتها ورا كده، على العين من ورا يعني، وحطّيت الرُز هو اللي قدّام، بس شايفين بقى أنا بصّيت عليها كده لقيتها بتغلي، وما شاء الله ريحتها قالبة الدنيا. حمّرنا بقى الرُز بتاعنا وحطّينا عليه بقية الرُز التاني، هنحط بقى الملح بتاع الرُز ونسيبه بقى يتشوّح كده مع بعضه شوية، اوعي ما تكونيش حطيتِ لايك، حطّي لايك للفيديو، اعملي متابعة لصفحتي مطبخ ياسمين، قناتي بتاعة مطبخ ياسمين، وتعليق بقى حلو زيّكم كده علشان تفرحوني بيه. هاحط بقى زي ما قُلت لكم الملح، أنا باحط كده يعني إيه، بالبركة كده عشوائي. بُصّوا بقى صينية البطاطس بتغلي إزاي، حلوة أوي، شكلها حلو. أنا مش بامدح في أكلي، بس هو طبعًا كل واحد بيمدح في نَفْسه، بس والله مش بامدح في نَفْسي، هي الحاجة باينة، يعني الكلام باين. حطينا طبعًا مَيّة مغلية للرز كده، كنا ماليين البراد جنبنا ولا كاتل ولا حاجة، شغل كده بتاع زمان، ماليين البراد كده على آخره مَيّة، وبعد كده لمّا غلى بُصّوا بقى الكلام، حتّة مخلل كرنب بقى اللي أنا كنت عاملاه معاكم، مع البطاطس اللي باللحمة، ورُز حبّة وحبّة، تعالوا بقى نشوف الحاجات دي بقى بتقول إيه. بُصّوا الأكل اللي بيولّع نار كده سُخن، سُخن، في الجو الساقعة اللي إحنا فيه ده عشان ناكل زي ما قُلت لكم في أول الفيديو، ونعمل إيه، وهنقعد في البطانية. بُصّوا بقى الرز مفلفل وحلو إزاي، ولونه جميل إزاي، بجد الفيديو ده محتاج يتشيّر، الفيديو ده بجد محتاج share كتير كده لأصحابكم، و ومش عايزة أقول لكم بقى تعليق حلو زيّكم، وتعملوا متابعة لصفحتي مطبخ ياسمين، علشان أنا باحبكم في الله. بُصّوا بقى الصوص بتاع الصلصة جامدة، سمّي بسم الله بقى كده وندوق، لأ بجد أكلة حلوة جدًا وسريعة وما بتاخدش وقت خالص. أشوفكم على خير بقى في فيديو جديد من مطبخ ياسمين، باي باي.